مرحبا مرحبا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. شنو روتينكم الرمضاني؟ بشوني ان شاء الله زين. شنو بعد الحماس البدايات اللي راح. اليوم سويت وياكم اطيب طرشي. طبعا هذا الطرشي سويته قبل يعني 5 يوم رمضان هيجي. فشنو حبيت انزل لكم الطريقة للفائدة ان شاء الله. هنا عندي خيار مغسول، لهانة، شلغم، قرنبيط، ذني كلهن غسلتهن سوية. أنا عندي بقدر كبير خليت بطل خل كبير، وبقد بطل الخل خليت بطل ماي نفس يعني نفس البطل الخل، ونص بطل خل أبيض، وملح خشن تقريبا 6 ملاعق، وخليت شوية لمن دوزي. خلي يفور الخلط كلش زين. بعدين ابدي اضيف بالمكونات. ضفت الخيار كله، خليت الخيار شنو انتظره يتغير لحد ما يتغير لون الخيار. اظل احرك بيه، مو اخليه يعني على نار هواي على مود يفقد القرمشة مالته، لا. هسه مثل ما شفت اول ما تغير لونه اني بساعة شلته على مود شنو ما ينسلق يصير يعني ينهرس حيل، لا اريده مقرمش اني. فطلعته. بعدين ضفت، قمت اضيفه بالتدريج كل المكونات. هنا أنا ضفت الشلغم والقرنبيط. طبعا هو القرنبيط بساعة يستوى، اخذ اكثر من الشلغم، فشنو خليته طلعته بساعة يعني 8 ما طول. وخليت راسين ثوم هم بالسلق يطلعن طعم كلش طيب. وهنا أنا قمت اطلع بالشلغم مثل ما تشوفون. بعدين بديت ضفت اللهانة، عندي لهانة حمراء ولهانة بيضة. وضفت الفلفل، طبعا هذا فلفل مو حار كلش، لا فلفل زين متوسط. خليتن كلهن همينه خذن شوية استواء، ما خذن هواي. وطلعتن وخليتن بالخلط تقريبا هذا من عندي 3 أيام. 3 أيام بالخلط خليتن يكبسن على مود يشبعن بالخلط. هاي كانت عندي اخر وجبة. بديت بالصوص. هنا عندي كاتشب، صاص، دبس الرمان، حطيت شوية لمندوزي وشكر همينة. وبعدين ضفت عليهن خل، خليتهن يتخففن، خلطتهن كل زين. وطبعا همينة حاطة ثوم عجم، يعني ويا الخل حاطة ثوم عجم، الطعم يخبل الثوم العجم. هنا المكونات كلها حطيتها انا بالسطل، وحطيت عليه هذا الصوص اللي سويته وياكم. بديت ابدي اضيف الخل الحار، الخل يعني مو كلش هو حار، شوية مثل ما تشوفون قدامكم. هاي اخر شي ضفت ماء عادي. اذا عندك يعني مثلا مقدار الخل نص مقدار، عاد تحطين نصه مقداره ماء. هسه راح اخليه اغطيه بماعون. خليتها يومين، تقريبا يومين الى 3. هسه هنا حطيت بهارات طرشي، هاي ثالث يوم من ما نقعناهن. حطيت بهارات طرشي، حطيت بطنج، وحطيت ثوم عجم. يعني تغيرت الريحة جذريا، جذريا تغيرت ريحة الطرشي. بعد شلون طلع الطرشي خبل سريع. انا ليش سويت هيك هاي الطريقة؟ لان شو اسمه الجو بارد، وتقريبا يراد له بالكبس 10 أيام تقريبا، يراد له 10 أيام واحد بس بالكبس. واني ما سويته قبل رمضان، كان عندي شغل، فهسه يلا سويته. فشلون داخل 10 أيام و3 أيام ينقع بالخل. خلص رمضان واني بعدني ما ماكله طرشي. فسويت هاي الطريقة السريعة مالتي، بس هي كلش طيبة كلش طيبة. هسه احمس البصل. هذا البصل بيه مي هواي، فانا كل مرة احمس اللحم قبل البصل، بس اريد هاي المرة اوفر المي مالته، واريده يذبل همينه، فراح احمسه بالبداية. شو اسمه البرغل نص خشن ونص ناعم. بصل يعني كلش فرغ مية، شوفوا شلون. هاي هسه اجيب اللحم واحطه عليه، هذا نص كيلو اللحم راح اخليه فوق البصل. انا كل مرة مثل ما قلت شو اسمه ها ماما. هسه راح اخليه ويا البصل يحمس زين، والبهارات اخليها اخر شي على مود تبقى النكهة مع البهارات. هسه راح احط له بهارات لحم، احط نكهة طيبة للعجينة، بهارات لحم. راح اخلي كركم، انا كل مرة اخلي معجون، بس هالمرة ما حبيت اخلي معجون. ملح،
فلفل اسود شوية، راح اخليها ماي حار، ماي حار واسدها، اخليها تصير يعني. راح اضيف الماي الحار، يعني عينش ميزانش، يعني يكون بس العجينة تتغطى، يعني تتغطى بالماء، تحسينها شبعت ماء. هنا كمل الطرشي، ثرم الثوم وثرمت كرفس وخليت عليه. هسه راح اخليه خض. لوناته هسه اشي اخليه ينقع بالكرفس والثوم. هنا كملت عندي الحشوة، راح احط عليها بهارات لحم. طبعا انا طفيتها من زمان فبردت، حتى شوي بردت. بهارات لحم راح احطن، كركم، فلفل اسود، ما احط بهارات هواي انا، فلفل اسود. ملح، ما حاطه ملح همين. هسه نجي العجينة، نفتحها ونعجنها عجن زين. راح اعجنها وارد عليكم. بنات احتاجت من عندي 3 خواشيق طحين، 3 خواشيق طحين حطيت لها. جيب الزيتون وخليته، بس شوفوا المنظر، يعني شكولا رهيب رهيب. هنا استغليت الوقت، ضليت ابوع على المسلسل والفن كوبا. والله ما عاد شي سوى، استغليت ضليت قاعدة بقاع، قلت خلنا اصور لكم. طبعا انا مصورة طريقة لف الكوبا، موجودة عندي فيديوهات الها. انا اهم شي يعني هاي الكوبا اسويها مال سلك دائرية، وما اخليها يعني مالتها ثخينة، لا اهم شي بيها اللحم يبين. طبعا انا مفرزة كمية من قبل مال كوبا سلك. انا بالنسبة لي يعني مو كلش قوية، مو احبنها، بس زوجي يحبها وتفيدني بالفطور او بالسحور، اخلي من عندها. النهايات السعيدة، خلصت الحمد لله والشكر. نجي للفطور اليوم. حبيت اسوي دجاج شوي بالفرن. فشنو سويت؟ جبت الدجاجة من وقت، انا طبعا عجبني اسوي على طريقة بنية. فشنو هي قالت لازم يعني اقل شي يعني ساعتين 3. طبعا قمت بساعة. خليت الدجاجة تبلتها، راح اخليها بمي وملح ولمندوزي وبهارات مندي، حطيت وياها ثوم همينة للنكهة، تعطيها نكهة. طبعا بقت 3 ساعات بالمي، 3 ساعات بالمي خليتها حارج. قلت على مود شنو بساعة تدخل ذني المواد يتشربن داخل الدجاجة. ورا ما خلصت جبت صينية الفرن وخليتها بصينية مع الفرن. طبعا ما غطيتها ابد، ما غطيتها، مثل ما تشوفون صارت يعني كأنما جايبينها من السوق، واطيب واطيب من السوق 1000 مرة. والف عافية ان شاء الله علينا وعليكم. واشتركوا بالقناة وانطوني لايك، واللي يحب محتواي يكتب لي.